السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الأيام وعلينا وعلى أمة محمد بالخير يا رب العالمين. النهاردة مش عايزة أطول عليكم، بس عايزاكم كده تذكروا الله وتصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي الفيديو اللي انتوا شايفينه ده. احنا جولة في سوق الخميس يا جماعة. سوق الخميس ده في المطرية، بيفرش كل خميس في سوق في المطرية. تمام، احنا النهارده عند عم ابو احمد اللي بيبيع الجبلان. حابه اوريكم الاشكال اللي عنده. كل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه المتر ب60 جنيه لانه مستورد. الخامه بتاعته جميله جدا وتحفه. زي ما انتوا شايفين اهو، حبيت اصور لكم عنده الجديد. هو بيفرش في الساحه اللي احنا بنصور فيها كل خميس. طيب هنوصل للسوق ده ازاي يا مباسل؟ عن طريق اللي جاي بالمترو هينزل محطه حلميه الزيتون. هيركب توك توك يقول له وديني عند باب العيادات الخارجية بتاعة مستشفى المطرية. هتنزلي هناك قدام الباب ده، في ممر كده هتخشي فيه هتوصلي للساحة على طول. أول ما تخشي بالممر ده هتلاقي الساحة، وهتلاقي عم أحمد فارش فيها الجبلان، وفارش فيها الحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. تمام، ده تليجر. قال لي ب65 جنيه المتر. العرض عرضين يا جماعة. هو العرض بتاعه بيبقى مترين و80 بالظبط. تمام، كل الجبلان اللي عنده ده طبعا متوفر عنده. انا طبعا بلاقيه دايما في سوق الخميس. فكل ده متوفر عنده، وشايفين طبعا الحاجات الحلوة دي. كل القماش ده اللي عايز ينجد يا جماعة وعايز يجدد الانتريه بتاعه عند ابو احمد في الساحة زي ما انتوا شايفين. التليجر ده فيه عرض عرضين وفيه عرض واحد، كله ب65 جنيه. هتقولوا لي ليه المتر ونص ب65؟ برضه هقول لكم الخامة بتختلف، الخامة تقيلة ومحملة، انتوا روحوا شوفوا بنفسكم. عنده بقى جبلان بره كده حطه بره المحل. قال لي ب50 جنيه المتر لانه هو بيبقى مصري. تمام. في بقى بصوا هقول لكم على حاجه. في ناس سالتني في التعليقات قالوا لي هو الطقم بيكون على بعضه؟ لا يا جماعه، الحاجات دي ما بتكونش على بعضها. بتروحي وانتي وحظك، يا لقيتي مثلا كنب وكراسي، يا اما لقيتي كنب بس او كراسي بس، انتي وحظك. انا بعرض عنده المتاح ايه، وانتي روحي وشوفي المتاح عنده ايه. يعني دي تمشي كراسي وتمشي كنب. لو قصيتيها على 2 تمشي كنب، لو قصيتيها على 4 هتمشي معاكي كراسي. تمام، ده موجود وده موجود. لكن الطقم على بعضه والشكل على بعضه عشان تاخديه على بعضه بيبقى صعب شوية. بيبقى احيانا متوفر واحيانا لا. فانت بتروحي وتشوفي ايه المتاح عنده. تمام، انا بس بنقلك ايه اللي موجود عنده حاليا ايه. تمام، عشان برضو تستفادي بالاشكال دي. زي ما انتوا شايفين المدام اللي كانت واخده معانا واقفه معانا كانت هتقصهم كنب. فدي كنبتين ودي كنبتين زي ما انتوا شايفين كده. بصوا عنده حاجات جميله جدا، وعنده القماشه اللي في ايد المدام دي هناك جميله قوي برضو. تمام، في الحاجات دي حاجات محمله تقيله قوي، وفي حاجات وسط. انتي بتروحي وتشوفي ايه المتاح عنده. تمام. طبعا الحتت اللي انتوا شايفينها دي مش عند ابو احمد، في نفس الساحه برضو. اول ما تخشي واحد قاعد بيبيعهم قال لي الحته على بعض كده ب50 جنيه. تمام، هي الحته تقريبا متر ونص في متر حاجه زي كده يعني. المهم هي بتبقى ب50 جنيه. ممكن تعملي منها كوشن، ممكن تعملي فيها مفرش، ترابيزة انتريه، مفرش للتلاجة. بصي شغلي دماغك هتطلعي احلى شغل ان شاء الله. لو وصلتي بقى لحد هنا يا ريت تدوسي اللايك الجميل، واللي ما اشتركش ينزل يشترك في القناة ويشجع مباسل عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم بإذن الله. شايفين بقى؟ ده المتر قال لي ب50 جنيه. حاجة كده تحفة وجميلة جدا. بصوا المشجر ده كله المتر قال لي ب50 جنيه. تمام، والسادة ده برضو ب50 جنيه. قال لي العرض عرضين. عنده حاجات جميلة قوي. ده أول ما تخشي من الساحة، أول ما تخشي من الممر هتلاقيه على إيدك اليمين فارش بقى الحاجات دي. بصوا يا جماعة، عايزة اديكم برضو معلومة ان مش كل مرة بنروح نلاقي نفس البضاعة اللي احنا صورناها لكم دي. كل مرة بيبقى فيه بضاعة مختلفة. تمام، فاحنا بنصور المتاح. الكلام ده كان يوم الخميس. تمام يا جماعة، علشان برضو ايه ممكن تروحوا الخميس اللي بعده ما تلاقوش نفس الاشكال. وكان عنده حافظة 2 في 3 برضو كانت جميلة قوي.
برضه هصورها لكم دلوقتي في الفيديو. ده كل ده فرش تنجيد يا جماعه، قال المتر ب50 جنيه. حاجات محمله وحلوه، اللي عايز ينجد ويعني في العيد وكده ويعمل يعمل تجديدات للانتريه او الركنه بتاعته. كل ده متاح عنده. اول ما تخشي من الممر هتلاقي بقى كل الحاجات دي عنده هو. تمام يا جماعه. بصوا الاشكال، يعني عنده النحاسي وعنده الفضي وعنده الكشميري. بصي كل حاجه، بس كل حته وظروفها. تمام. هو ما فيهوش دفوهات ولا اي حاجه، لا هو كل القماش ده عرض متر ونص يا جماعه. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، ما فيهوش لا دفوهات ولا اي حاجه. هو بس بتبقى الحته على بعض، بتشوفيها كام متر، عايزه تقطعي منها كام متر انتي وراحتك. تمام. لان هي مش بتبقى ملفوفه في الطوب زي ما انتوا شايفين. دي بقى حافظه السجاده. حافظه السجاده. دي بقى كانت يعني ملفوفة على بعض كده، بس حتى هو الدنيا زحمة معرفتش منها السعر، بس انا قلت اصورها لكم. هو قال لي حافظة سجاد 2 في 3 بتتباع كده بالمتر من التوب. تمام. روحوا برضو واستفسروا منه. هو عنده شغل حلوة جدا وعنده حاجات حلوة والناس بتشتري منه. وزي ما انتوا شايفين اهي. دي برضو القماشات اللي عنده، اللي هو اول ما تخش من الممر عنده حاجات حلوة قوي. فخشي واتفرجي وشوفي ايه الحاجات المتاحة عنده. وشوفي في حاجات بصوا تنفع. بالنسبة لي انا تنفع انجد بيها، وفي حاجات تنفع مفارش وهكذا. يعني الحاجات دي كلها ام50 جنيه اللي في ايده دي بتبقى حتت على بعض. ممكن تعمليها على فكرة. يعني انا قابلت قطعة اهي، القطعة دي ممكن تطبقيها على بعض وتعملي لها سوستة وتبقى لشلتة عندك بتاعت انتريه. تمام. ممكن تقصيهم على 2 وتعمليهم مفارش. بصي شغلي دماغك، هتطلعي شغل حلو جدا 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 من الحاجات دي. الحاجات دي فيها لقط وفيها حاجات حلوة قوي، ولو رحتي جبتيها من بره هتجيبيها غالية جدا. تمام. فبأبسط الأشياء هتعملي حاجات حلوة قوي، هتنفعك وهتغير من شكل بيتك وهتغير وتجدد لك بأقل التكاليف بإذن الله. انا بس بحب اعرض لكم في الاسواق، لان الاسواق يا جماعه بيبقى فيها لقط زي ما انتوا شايفين. اهو ده بصوا كده ينفع مفرش، يعني لو تركب له كده برواز من الجوانب كلها هيبقى مفرش حلو قوي. فبرضو في حاجات، في افكار وحاجات حلوه قوي ممكن تعمليها من القماشات دي. يعني احنا طول ما احنا واقفين يا جماعه، في واحده بتقول انا هاخدها مفرش، في واحده تقول لك انا هعملها شلته، واحده هتعملها كوشن. فكل واحده ودماغها وكل واحده وتفكيرها في القماشات. انا بعرض لك وانت بقى شغلي دماغك زي ما انت عايزه. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا هو، اذكري الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطي اللايك الجميل بتاعك. اوعي تنسيه لانه بيدعمني وبيرفع لي الفيديو وبيشجعني كمان اعمل لكم كمان فيديوهات اكتر واكتر. كمان لو عجبك الفيديو ده انزلي شوفي لي تعليقات حلوه كده زيك وقولي لي محتاجه نصور ايه تاني. القماشات دي يا جماعه قال لي ب30 جنيه المتر. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو. دي ممكن دي بقى فضلات ما فيهاش دفوهات ولا حاجه، بس بتبقى فضلات من الاتواب بتاخديها وبتشغليها برضو اي حاجه. دي حاجات اهي تقيله ب30 جنيه المتر، اللي عايز يجدد واللي عايز يعمل حاجات في الانتريه بتاعه، فحاجات حلوه برضو جدا. عرض القماش ده يا جماعه متر ونص، ما تنسوش ان هو متر ونص. تمام. فكل واحد بيبقى عارف هياخد منه قد ايه على اساس العرض بتاعه، عشان في عرض عرضين وفي عرض متر ونص. ده اللي انا بصوره كله عرض متر ونص يا جماعه. دايما اللي في الاتواب هو اللي بيبقى على العرض عرضين. تمام. يا ريت كده تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريتني اكون افدتكم. حطوا لي لايك وحطوا لي الاشتراك في القناه وحطوا لي تعليق حلو منكم. قولوا لي عايزين نصور ايه تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.